لو عاوزين تعرفوا ازاي تخسروا حد في خطوه واحده اسالوني انا، وعلشان كده بفضل الكلام في الشات. اصل الناس نوعين، نوع بيفضل المواجهه ونوع بيحب عدم المواجهه والشاتنج. وبعدين هو قبل السوشيال ميديا كان في ايه؟ كان في تليفونات وبنسمع بعض وبنقابل بعض كتير، بس قبل ده كله كان في ايه بقى؟ كان في جوابات ورسائل. اكبر القرارات كانت بتتاخد في الجوابات، زي قرار الحرب، رساله من ريتشارد قلب الاسد الى الملك المعظم صلاح الدين الايوبي. تفضل رسائل رايحه جايه يتناقشوا في المشاكل اللي ما بينهم، ما وصلوش للاتفاق، هوب قرار الحرب يتاخد في رساله برضه، وبنشيل منها الالقاب والملك المعظم وبننزل بالمستوى شويه. هنا الرسائل ودتنا للمواجهه برضه في الاخر، وقتها ما بتبقاش اي مواجهه، دي بتبقى مواجهه بلا رجوع. ودلوقتي اتقسمنا فريقين، فريق بيحب الشاتنج على طول ماسنجر واتساب، وفريق تاني بيحب المقابلات والمواجهه على ارض الواقع. ودايما الفريق التاني بيتصل ويحاول يقابل الفريق الاولاني، بس خلاص ما بقوش لاقيين بعض، ويوم ما يوصلوا لاتفاق وسط بيتكلموا على الموبايل. ليه بقى الشاتنج بالنسبه للفريق الاول سيف زون؟ بيديله فرصه يفكر في اللي عايز يقوله ويرتب الكلام، واهم حاجه الفلتره، ولو حد فاجئه بسؤال او موضوع هو مش عايز يتكلم فيه يلحق يفكر هيرد يقول ايه، ومش مضطر خالص انه يرد في وقتها، خصوصا لما يشوف المسج من بره. هو بيفضل يفكر ويكرر هيرد يقول ايه بقى، عشان يدي لنفسه برستيج انه فاهم وواعي يعني وهيقول ايه. وطبعا لما بتتكلموا شاتنج انتوا مش بتبقوا شايفين بعض، فيبدعوا بقى في الكلام ويقولوا كل اللي في نفسهم من غير احراج ولا كسوف، لدرجه انك لو قابلت اللي بيتكلموا شاتنج في الحقيقه وجاي قاعد معاه ممكن يلاقيك صامت ومش بتتكلم خالص وتقول كلمتين وتسكت. بص هو انا في الشاتنج لبلب في الكلام، بس في الحقيقه مش قد كده، معلش. اصل في المقابلات العاديه مفيش ايموجي بيعبروا بيه عن الكلام الحلو، خصوصا لو حد قال لهم كلام حلو فهم هيردوا يقولوا شكرا الله يخليك ووشهم يحمر من الكسوف. اما في الشاتنج ايموجي عيون قلب والكلام خلص على كده. ولو عايزين يعترفوا باعتراف او يصالحوا حد ومش قادرين ياخدوا الخطوه دي في الحقيقه، الشات بيسهل الموضوع. ولو مزنوقوا جنبك حد، بدل ما تقول ماشي حاضر، هنا بقى بيجي دور الشاتنج اللي بيخليك تقول كل اللي عندك حتى لو مين جنبك. وفي ميزه كمان موجوده في الواتساب مش موجوده في الحقيقه، وان هو بيخليك تحتفظ بالكلام والصور الحلوه ما بينك وما بين اللي بيتكلم، او حتى لو حاجه مهمه حد بعتها لك هتعمل لها ستار. في مكالمات التليفون والمقابلات مفيش الكلام ده، بتعتمد على ذاكرتك بس، او انك تسجل للي قاعد معاك، وساعتها هيهرب منك وهيحس انك وير، وساعتها مش هتشوف وشه تاني وفعلا انت ويرد قوي. كمان الشاتنج بيخليك تحترم مواعيد غيرك، يعني انت بعت في الوقت اللي كان مناسب ليك وهو هيرد في الوقت المناسب ليه. الناس الشاتيين دول بقى بيبقوا مالتي تاسك، بيتشاتوا هم قاعدين مع اهلهم وبيبعتوا ميل او حتى هم قاعدين في السينما. نيجي بقى للفريق اللي لسه بيحب التواصل والمواجهه. الناس دي شايفين ان شخصيتهم قويه ومش ضعيفه، بيعرفوا يواجهوا ويتكلموا ويديروا الحوار، واننا لما نتقابل فاحنا كده بندي لكل حاجه حقها، بس لما نخلص كل حاجه شاتنج كده يبقى بنقلل من قيمتها. اصل الشاتنج مش بيوصل المشاعر ولا بيقول كل اللي جواك ولا هيحل اي مشكله، بالعكس الموضوع بيبوظ اكتر. الناس دي بتنفع قوي وقت الخناقات، تخيل حد مقضي حياته كلها شاتنج بيتخانق مع حد بيحب المواجهه، فالنتيجه طبعا محسومه من الاول. في الشاتنج اللي بيكتب اسرع هو اللي بيكسب الخناق، وبالنسبه للي بيحب المواجهه اللي بيكسب اسرع هو اللي لسانه طويل وردوده حاضر. انتوا بقى مع اي فريق فيهم؟ قبل ما تقولوا رايكم، في دراسه اتعملت بتقول ان الكذب في الشاتنج اسهل بكتير من الكذب وانت بتكلم حد قاعد معاك، وان 60% ممكن يكذبوا في شاتنج مدته 10 دقائق. والناس اللي بتحب المواجهه بتكذب برضه. علم لغه الجسد قال كام حاجه ممكن تقفش بيها اللي بيكذب وهو قاعد قصاد، تعرفها من حركاته وقعدته، زي ان هو ممكن يلمس مناخيره او ودنه او يشبك ايده ببعضها، ومعظم الوقت مش هتلاقيه باصص في عينيه. اصل السوشيال ميديا خلت في ناس ما عندهاش الجرأه على التواصل والخروج، لدرجه ان هم ما بقوش قادرين يبصوا في عين اللي بيكلموه. اكتبوا لي في التعليقات لو عندكم مشكله تحلوها شاتنج ولا تقابلوا بعض وتتواجهوا.